فرحات مهني رئيس حركة الماك فجر قنبلة البارح في قلب اللي تبون تواصل معه عن طريق وسطاء باش يطلب منه لا يعلن استقلال منطقة القبائل في 14 ديسمبر 2025. ولكن كان الاستقلال يقترب والنظام الجزائري في حالة ارتباك كبيرة جدا، وبدا يدير واحد الحيل المعتادة تاع غادي نهضر لكم عليهم بعد قليل لكي يحفظ ماء وجهه ويسكت الشعب باش ما ينوضش عليه. ايماجينو ردة فعل الشعب الجزائري كي يفيق ينوض في 14 ديسمبر ويلقى بلي كاين حركة انفصالية أعلنت استقلال مساحة كبيرة من الجزائر عن الجزائر، ويمكن تجي دول واحدة أخرى تبدا تعترف. أوكي، واش قال فرحات مهني؟ قال أنه كانت هناك محاولة تواصل من تبون معه عن طريق وسطاء بهدف تثنيتنا عن إعلان استقلال منطقة القبائل، وأجبنا بعرض طلباتنا الأساسية اللي هي إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء تصنيف حركة الماك كمنظمة إرهابية، غير أنه تبون كما قال فرحات مهني لا يملك السلطة لكي يفرض أي شيء ولن يغير شيء. لذلك نحن ملتزمون بإعلان استقلال القبائل يوم 14 ديسمبر 2025.